السلام عليكم وازيكم في فيديو جديد. الناس بقى اللي ما ذاكرتش خالص مادة معينة او لسه لحد دلوقتي مش عارفة تتخلص من تالتة ثانوي وما زالت في زوم قلة المذاكرة وخلاص يعني هتسقط بمعنى اصح، او الناس اللي هي حابة انها تبدأ مذاكرة وما بقاش غير وقت قليل جدا على امتحان الفاينل. تعالوا اقول لكم المفروض ان احنا نعمل ايه. اول حاجه نمسك مثلا ماده معينه انا ما ذاكرتهاش خالص من اول الترم او ما اعرفش عنها حاجه. المفروض ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه لازم اسمع الفيديوهات دي. الفيديوهات دي انا هجيبها منين؟ انا قدامي 3 مصادر. المصدر الاول يا اما الدكتور بتاع الماده بينزل لي فيديوهات ليها فانا لازم اسمع الفيديوهات. المصدر التاني ان انا اكون باخد كورس خارجي فاسمع الفيديوهات بتاع الكورس ده. تالت مصدر وهو اليوتيوب، وده المصدر المجاني اللي موجود عندنا. فمفروض انه انا اشوف دكتور مادة انا مرتاح معاه بفهم منه كويس اجيبه وابدا اسمع منه الفيديوهات دي اول حاجة مهمة. تاني حاجة مهمة ومفيش غنى عنها، مفيش اصلا اي جدال فيها، وهي ريكوردات المادة. لازم اسمع الريكوردات بتاع المادة بتاع الدكتور، لان الدكتور ده ادرى واحد فينا كلنا عن ايه اللي ممكن يجي في الامتحان. ممكن تلاقيه بيقول بعض الحاجات المهمة اللي انت ما خدتش بالك منها وانت بتسمع الفيديو. المفروض ان انا اسمع الريكوردات. طب في ممكن حد يجي يقول لي طب يا دكتوره انا حضرت المحاضره دي، هل لازم اسمع الريكورد بتاعها؟ اقول لك لا، ما تسمعش الريكورد، اهم حاجه تسمع الريكوردات للمحاضرات اللي انت ما حضرتهاش. طب انا حابب اسمعه، لا ما فيش اي مشكله تسمعه. رقم 3 ودي بقى المهمه، انه انا ازاي هذاكر. المفروض ان انا بسمع الفيديو وبسمع الريكورد، ببدا بعد كده افتح الماده. مثلا احنا هنقسمهم ل10 محاضرات، نبدا ال10 محاضرات نقسمهم نصين، 5 محاضرات و5 محاضرات. هذاكر او هسمع فيديوهات ال5 محاضرات والريكوردات بتاعتهم، ثم ابدا اذاكر ال5 محاضرات دول. ثم بعد كده بعد ما اخلص كل ده هبدا اجيب المحاضره من اول محاضره تاني للاخر، ببدا ان انا اراجع عليها مراجعه سريعه. تمام. ثم بعد كده اعمل لل5 محاضرات الباقيين نفس الكلام. طب انا مثلا عندي 15 هعمل نفس الكلام، هبدا ان انا اقسم عدد المحاضرات على قد الكميه اللي انا اقدر استوعب فيها خلال اليوم. تمام. تالت حاجة أو رابع حاجة بقى مهمة أوي عندي، وهي الأسئلة. وزي ما أنا قلت قبل كده إن أنا بجيب الأسئلة منين؟ يا إما أنا بجيبها من دكتور المادة بينزل أسئلة، ومفيش دكتور اسمه ما بينزلش أسئلة، عشان بس إحنا نبقى متفقين. والأسئلة اللي هو بينزلها دي أهم حاجة اللي أنا لازم أركز عليها. تاني حاجة هو من شات جي بي تي، لو أنا حابب بقى أطور أكتر أو إن أنا أحل أسئلة أكتر نجيبها برضو من شات جي بي تي، هيكون الأسئلة بتاعته كويسة جدا. بكده أنا أكون وصلت لآخر مرحلة، وهي الأسئلة بتاعت السنين اللي فاتت لازم أحلها، لازم لازم لازم. يعني عايزة أقول لكم إن أنا لو ما عملتش كل الحاجات اللي فاتت ولازم أحل الأسئلة بتاعت السنين اللي فاتت. طب أنهي أسئلة لازم أحلها؟ لازم أحل أسئلة الفاينل، لازم أحل أسئلة المديول، لازم أحل أسئلة الميد ترم، لازم أحل أي أسئلة الدكتور كان بينزلها حتى لو كانت بتاعت السنة اللي فاتت أو السنة اللي فاتت أو اللي قبلها. المهم إن إحنا لازم نحل أي أسئلة كانت نازلة خاصة بالكلية، لأن الأسئلة دي بتكون مهمة جدا، وهي بيعتبر الأسئلة دي اللي بيجي منها. فيها كمان حاجة مهمة أو جزء مهم، إن في بعض الدكاترة بتنزل ملخص كده. الملخص ده بيكون عبارة عن أسئلة يقول لك أنا هجيب منها الأسئلة من هنا. طبعا انا مش هقول لك ان انت لازم تثق في الدكتور وطالما قال لك الاسئله هتيجي من هنا بقى هي هتيجي من هنا. لا، ممكن بيختلف في بعض الحاجات عشان يشوف مين اللي كان مذاكر ومين اللي لا، مين اللي اعتمد على الفايل اللي نزله ده بس، ومين اللي طور اكتر او ذاكر حاجات اكتر بحيث ان هو يقدر يجيب الامتياز في الماده دي. فلازم يعني نغطي كل الاجزاء دي. تمام. انا عايزه اقول ان انا لو عملت الحاجات دي اللي انا قلتها دي كلها في يومين 2 بس، انا كده قدرت اني اغطي الماده كامله واقدر باذن الله اوصل لاعلى درجه فيه. لحد هنا انا اكون خلصت الفيديو. ولو انتوا وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان توصل لكم فيديوهاتي اول باول.